بجد بعد ما هتسمع اللي قاله مدرب ليفربول الجديد عن محمد صلاح هتعرف قد ايه ان قيمه صلاح كبيره، وانه مش مجرد لاعب عادي مر على ليفربول، بل هو اسطوره من اساطير النادي. بعد خناقه محمد صلاح ويورجن كلوب واللي حرفيا صدمت الجميع، بقت الناس كلها بالكباتن مقسومه نصين، ناس واخده صف محمد صلاح وناس واخده صف يورجن كلوب. وسمعنا بعدها ان خلاص دي نهايه صلاح مع الريدز، وان ليفربول هيبيعه مع اول عرض هيجيله علشان يتخلص منه، وكلام كتير بقى من اللي حضرتك بتسمعه ده، وان محمد صلاح هيجيلي علشان ياخد التيشيرت اللي انا لابسه ده ويروح يلعب مع الاتحاد السعودي. بنهزر احنا. لحد ما جه مدرب ليفربول الجديد الهولندي ارني سلوت اللي تعاقد معاه نادي ليفربول رسميا بدلا من يورجن كلوب، وقال ان مش هقدر استغنى عن محمد صلاح، سنجدد عقد صلاح حتى عام 2028. لا غنى عن لاعب اسطوره زي صلاح، مسجل حوالي 250 هدف من اصل 1000 هدف سجلهم ليفربول في ال7 سنوات الماضيه. فمن وجهه نظرك يا ابو الكباتن، هل صلاح اسطوره في ليفربول ولا لا؟ رسميا كريم بنزيما يعود الى ريال مدريد، والسبب حرفيا هيصدمك وهيصدم اخواتنا السعوديين بالاخص. نادي الاتحاد السعودي لما تعاقدوا مع كريم بنزيما افضل لاعب في العالم وقتها، كانوا حاسين انهم فعلا مش هيعدي اي موسم الا وهم على منصات التتويج. بس اللي حصل يا ابو الكباتن كان غير كده خالص، لاننا شفنا تراجع كبير في مستوى الفرنسي كريم بنزيما، وتقديمه مستويات غير مرضيه بالمره مع نادي الاتحاد، وغيابه عن الكثير من المباريات. يا راجل ده حمد الله مؤثر اكتر منه. كل اللي انا قلته لك ده ابو الكباتن زيد عليه اصاباته الكتير، وعليه اعلن نادي الاتحاد السعودي عن سفر لاعبه كريم بنزيما الى ناديه السابق ريال مدريد لتلقي العلاج مع اطباء النادي الاسباني للتعافي من الاصابه. وده اثار غضب كبير جدا في الاعلام السعودي، وقالوا هي عياداتنا اثرت في ايه؟ امال احنا فاتحينها ليه اصلا؟ وفقا للصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو، واللي اعلن كابتن مهيب بالغلط ان هو مدرب ليفربول الجديد، والله ضحك ما علينا، قال ان علاقه كريم بنزيما وبريز وكارلو انشيلوتي ومع العاملين كمان في الريال رائعه جدا، وعلشان كده هم على اتم استعداد انهم يساعدوه للتعافي من الاصابه. واكد فابريزيو ان كل التقارير اللي بتتكلم على عوده كريم بنزيما الى ريال مدريد غير صحيحه. ريال مدريد ما ترددش لحظه في السماح لبنزيما من اجل تعافيه من الاصابه فقط. فهل انت يا ابو الكباتن مع بقاء ام رحيل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد؟